السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. صباحكم رزق كده ورضا كده من الرحمن. ربنا يا رب يرضى عنكم وعنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم جميعا حبايب قلبي. حطوا لايك للفيديو الجميل ده واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. إن شاء الله النهاردة فيديو كده روتين يوم السوق. ان شاء الله الفيديو ده فيه حاجات كده حلوة كتير، ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم وتاخدوا منه كده افكار حلوة. يلا بقى بينا نشوف جبنا ايه النهاردة كده من السوق. يا صباح الرزق وصباح كل حاجة حلوة كده على عيونكم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اقول لكم ايه، صباح الخيرات والسكر والحلويات على احلى متابعين في الدنيا حبايب قلب ام ندى. ربنا يا رب يديم المحبه والمعروف بينا ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، رحت السوق طبعا. انا كنت لسه حتى ما قلعتش العبايه، قلت ايه يعني احط الخضار كده في العلب وبعد كده ايه نشوف ورانا ايه. زي ما انتم شايفين طبعا جبت طماطم وجبت اللهم صل على سيدنا محمد. جبت طماطم وجبت برتقان وجبت اللي هو الكلامنتينا اللي هي عاملة زي اليوسفي كده، وجبت جوافة وجبت موز. وجبت يا حباب قلبي فلفل من اللي هو الأحمر. هتشوفوه دلوقتي. كان عندي يعني بامية متفرزة في الفريزر، قلت ايه لما لقيت الفلفل ده موجود في السوق قلت ما اجيب منه علشان بيخلي البامية جميلة كده وطعمه وريحتها حلوة. زي ما انتوا شايفين جبت جزر برضو وجبت خيار. عندي محمد هنا ابني بيحب الخيار جدا، فبجيب خيار كتير يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، يعني ما شاء الله تبارك الله هنملى بيتنا خير النهارده كده وبركة كده من الله بإذن الله يعني. وشايفين بصوا الجمال. جايبة بسلة خضراء وجايبة خضرة وجايبة سبانخ برضو يا حبايبي. انتوا عارفين ان الواحد كل يوم بيقوم من النوم يقول اعمل اكل ايه النهاردة، اعمل اكل ايه النهاردة. فلازم ننوع في الاكل. انا جبت بقى خضار ايه، جبت بسلة وجبت كوسة وجبت سبانخ علشان خاطر ايه يكفيني يعني طول الاسبوع. يعني انتوا عارفين الاسبوع طويل وكل يوم بيحتاج بقى ايه اكل جديد. زي ما انتوا شايفين برضو الكوسة، لو ان الاسعار طبعا انتوا عارفين الاسعار السعر دوار يا حبايبي. والاسعار غالية نار الله المستعان يعني. ربنا يا رب يرحمنا برحمته ويعدي الايام دي على خير، اللهم امين يا رب العالمين. بص يا حبايبي كنت جايبة خس. الخس ده حلو، الورقة بتاعته كبيرة فأنا بشيل الورقة كده زي ما انتوا شايفين. هتعملي بيها يوم ندى، هنعمل إن شاء الله محشي ورق خس في أي يوم كده يعني. يكون ما فيش حاجة نعملها فنعمل شوية ورق خس كده، بيكون طعمهم جميل جدا. بيكون طعمه أحلى من الكرنب كمان. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الورق الكبير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا انتوا بتقطفوه زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ايه الورق اللي هو الاصفر او اللي بيكون في الاول الدبلان ده بشيله وبحطه طبعا للطيور زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بنضف كويس وهبدأ ان انا اشيل الكلام ده كله وهتشوفوا هعمل ايه. بصوا ورق الخس ده جميل جدا، اوعوا ترموه يعني، جربوه طعمه حلو حلو جدا. بعد كده زي ما انتوا شايفين نحط الاكل ده للطيور. احطه في كيس كده على جنب يعني علشان لسه في خضرة تانية يعني هنضفها وكده. بصوا يا حبايبي بحطه في الكيس بالشكل ده كده، ولما يجي وقت الحاجة بخرجه بطلعه. وطبعا انتوا عارفين طريقته، عملته قبل كده على القناة كتير. لو انتوا حابين تشوفوا عملت محشي ورق الخس في الفرن قبل كده ادخلوا على القناة واكتبوا طريقة محشي ورق الخس مطبخ ام ندى وجنى، وان شاء الله يا حبايبي تستفادوا. بصوا بقى كان صاحب جوزي ربنا يبارك فيه يا رب ويديه الصحة والعافية كان جايب لنا ايه، كان جايب لنا جرجير وبصل اخضر واللي هي ايه خضرة محشي. فانا قلت ايه اقطفها برضو بالمرة كده. انا ما اشتريتش من السوق غير الخس وجبت برضو خضرة علشان بحتاج الخضرة كتير يعني. بحتاجها في السبانخ، بحتاجها في مثلا لو هعمل كباب، بحتاجها في محشي او كده. فقلت برضو اجيب بتكون حلوة في البيت يعني. بنقيها كويس زي ما انتوا شايفين كده واشيل العيدان اللي هي الطويلة دي، بقطفها بالشكل ده كده. وبعد كده يا حبايبي هلم الحاجات دي كلها واحطها برضو في الكيس بتاع الطيور. وبعد كده هتشوفوني بقى ايه هعين الخضرة دي في التلاجة وهتشوفوا بقى بقية الحاجة كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده هشيل في الكيس اللي هو بتاع الطيور وكده. انا ما عنديش طيور بس بنزل الاكل ده لحماتي تحت. هبدأ ان انا امسح الرخامة كده يا حبايبي، لازم ننظف مكاننا علشان كل حاجة تكون نظيفة وزي الفل.
باقطع منديل كده وأبدأ أحط فيه إيه، الخضرة عشان تحافظ لي على الخضرة طول الأسبوع، لو أنتِ هتطوّلي يعني مش هتستخدميها على طول، فبتكون كويسة المنديل ده بيكون كويس بيحافظ لِك عليها، وبعد كده في كيس باربط الكيس كويس، وبعد كده باحطها في التلاجة. بُصّوا بقى يا حبايبي كنت جايبة برضه بطاطس، البطاطس كانت كويسة يعني ال2 كيلو ونص والله ب20. بُصّوا بقى البرتقان واليوسفي والطماطم والجوافة والموز والخضرة بتاعتنا الجميلة والسبانخ والبسلة، كنت جايبة كرنب يا حبايب قلبي برضه إن شاء الله ممكن نعملها كده مع بعض، والكيس ده كان كيس بسكوت ب5 جنيه قُلت أجيبه عشان رؤى كده بتحبه والحلويات والبوظة والشربات والكلام اللي أنتم عارفينه ده كله. بعد كده يا حبايبي بارُص الحاجة كده بتاعتي في التلاجة، عايزة أقول لكم المنظمات دي جميلة، بس إن شاء الله كده ادعوا لي كده ربنا ييسّر لي أمري يعني وأجيب اللي هي الواسعة شوية، علشان بتاخد كميات كبيرة فاهمين؟ ودي هاخلّيها برضه هانظّم بيها المطبخ من فوق بإذن الله. نظّمنا تلاجتنا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده وخلاص يا حبايبي، وكنت برضه أنا كنت منضّفاها قبلها بيوم يعني، بس ما كنتش صوّرت يعني. أنا دايمًا بانضّف التلاجة قبل السوق بيوم، وبعد كده كنت غسلت الخس والجرجير وكده، كان عندي بقى مشوار كده رُحت أبو كبير، ما كمّلتش حاجة ساعة كده صد رد رايح جاي، كان عندي مشوار كده، كنت رايحة البنك وبعد كده نزلت البلد اشتريت حاجة ورجعت على طول. طبعًا قُلت آخدكم معايا كده إيه، جولة سريعة خفيفة كده تخرجوا من البيت وكده. أنا هاقول لكم يا حبايبي أنا ما جهّزتش فطار ولا أي حاجة علشان يوم الإتنين كنا صايمين، يعني بنحب نصوم إتنين وخميس وكده، أنتم عارفين الجو شتا وما شاء الله يعني الواحد يستفاد بالأيام الشتا وكده. بُصّوا كنت في البنك من جوّه، بس كده يا حبايبي أنتِ لازم تستفادوا من أيام الشتا وتصوموا وكده يعني علشان خاطر إيه، يوم الصيام ده ينفعنا يوم القيامة إن شاء الله. بُص بقى رجعت قُلت أعمل غدا، الغدا كان سهل خالص، خالص يعني كنت السمك كنا هنجيبه من برّه مشوي جاهز، وهنا غسلت كوبايتين من الرز كده وحطيت شوية زيت كده قدحتهم كويس، ونزلت بالرز بتاعي غلّفته كويس وحطيت الملح والمَيّة السخنة وخلاص على كده. كان محمد ابني جنبي كل شوية إيه كنت باحفظه القرآن وأنا علشان الشيخ كان جاي يعني يسمّع لهم وكده. كان رايح جاي يعني جنب حتى وأنا كنت باعمل السلطة كنت إيه باحفّظه برضه. قُلت أعمل طبق سلطة خضرا كده حلوة بتنفع جنب السمك طبعًا أنتم عارفين بتكون جميلة جدًا، أي خضار عندِك بقى حطيه. أنا باحب بقى أعملها مشكّلة كده، باحب أحط الطماطم والخيار والفلفل والجزر وجرجير وخضرة، يعني شبت على بقدونس وباحط خس، بس كده يا حبايبي. والليمون والملح وشوية كده من الفلفل الأسود وبتبقى أحلى سلطة ممكن تاكليها. ويا جمال، ويا جمال، لو أنتم وصلتوا لحد هنا يا حبايبي حطّوا لايك للفيديو. أنا آسفة إن أنا باطلب منكم الطلب ده، بس عشان خاطر يا حبايبي ترفعوا له الفيديو ويوصل لأكبر عدد من المتابعين، جزاكم الله كل خير، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا أنتم أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وباشكر كل حد فيكم قابلني وشكّر في الحاجة اللي أنا باعملها، هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني إن أنتم بتستفادوا مني، أنا مش عايزة غير كده، يعني الواحد لازم يكون عنده مصداقية علشان خاطر الوصفات أو أي حاجة ما تبوظش معاكم، أنتم عارفين الحاجة غالية والواحد لازم يكون عنده مصداقية، فوالله أنا باتبسط جدًا وبافرح جدًا لمّا حد بيقابلني يقول لي: "يا أم ندى عملتِ الكيكة على طريقتِك." أو عملت مثلًا الكباب على طريقتِك، أو عملت أي حاجة على طريقتِك وتطلع كويسة وجميلة من أول مرّة. بجد، بجد ربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بُصّوا بقى يا حبايبي عملت أحلى طبق سلطة زي ما أنتم شايفين وحطيت برضه اللهم ذكّرني، اللهم صل على سيدنا محمد، وحطيت برضه بصل أخضر وحطيت الملح وحطيت رشة كده من الفلفل الأسود وهاركنها على جنب لحد ما إيه، الرز بتاعنا يستوي كده. أنا كده هدّيت عليه النار بعد ما اتشرّب، وبعد كده يا حبايبي هو استوى كده وبقى جميل ومفلفل وزي العسل، بُصّوا الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد كده يا حبايبي هابدأ إن أنا بقى إيه، هنبدأ إن إحنا نغرف الرز وكده علشان خاطر السمك كان جه، وهنبدأ إن إحنا إيه، كان المغرب أذّن، هنبدأ إن إحنا بقى نعمل الأكل عشان خاطر إيه، نفطر كده. بألف هنا وشفا طبعًا على اللي أكل، بجد السمك كان طعمه جميل،
طبعًا أنتم عارفين إن أنا ما باشويش ما باشويش السمك في البيت، باحب أجيبه جاهز من برّه علشان خاطر إيه، ما عنديش مكان يعني أشوي فيه وكده. أنا كنت الأول باشوي على الشالية، بس أنا لسه ما ولّعتهاش يعني وكده. بس يا حبايبي هاقلّب السلطة، وهابدأ إن أنا إيه، أنزّلها في الأطباق بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. إيه رأيكم في الفيديو؟ فيديو سهل وبسيط، ومش ده نهاية الفيديو، لسه في أفكار تانية في الفيديو، بس تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله تستفادوا. بصوا السمك ده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله جميل. بصوا عايزة اقول لكم الطقم ده حلو جدا جدا، الطقم اللي هو بتاع الأطباق جميل جدا. كنت جايباه من محل مستلزمات العرايس يعني، من عند الأستاذ أحمد عبد الباسط. بجد حاجاته جميلة ورخيصة مش غالية يعني. حلوة خالص. أنا كنت عاملة جولة عنده، وإن شاء الله هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب يشتري من عنده. يعني بجد الطقم جميل وشكله حلو كده في الأكل. وده كان الشكل يا حبايبي النهائي للأكل بألف هنا وشفا. بعد كده ايه ده اللي بتعملي ايه ده يا منى؟ كنت عامله قراقيش يا حبايبي علشان خاطر كنت بعت بنتي تجيب يعني لهم فينو وكده. لقيت الفينو ايه خلص، وبصراحه يعني الفينو بنجيبه انتوا بتشوفوا شكله عامل ازاي، صغنن كده ما بيكفيش وما بيشبعوش منه بصراحه. فقلت ولا يهمكم، انا هعمل لكم ايه احلى قراقيش في الدنيا، طعمها جميل جدا وسهله وبسيطه، مكوناتها سهله وبسيطه. طب انت يا منى ما حطيتيش المكونات ليه؟ بصوا يا حبايبي، طبعا انا هسيبها لكم في فيديو تاني منفصل علشان خاطر اللي حب يدور على الوصفه يلاقيها على طول. فانا ايه، انا قلت لكم بس على الافكار والحاجات اللي انا عملتها في اليوم ده. ان شاء الله الفيديو اللي هينزل لكم بعد كده طريقة عمل القراقيش بطريقة كده سهلة وبسيطة، والمكونات يا حبيبة قلبي هتكون موجودة عندك في البيت. وبصراحة من اسهل الحاجات اللي انا بحب اعملها، بجد طعمها جميل ومميز جدا. بصوا بفردها بالطريقة العادية كده، وبحب ان انا اخليها رقيقة، ما بحبهاش تكون عالية قوي، علشان خاطر لسه بعد ما تقطعيها وتسيبيها تختمر وهتعلى اكتر من كده. فعلشان انتي لو قطعتها تخينة وبعد كده سبتيها هتتخن اكتر ويكون شكلها ايه، مش مستحب. فانا بقطع الاطراف زي ما انتوا شايفين كده علشان خاطر عايزة ايه، شكلها كله يكون موحد يعني بنفس الشكل. ايه رأيكم؟ حاجة والله بجد جميلة، والواحد يعمل كل حاجة في البيت. انتوا عارفين الدقيق غالي والسمنة والزيت وكده، الله المستعان. طلع بصوا يا حبايبي، حطيتها في الفرن وبعد كده خرجتها ما شاء الله تبارك الله. بصوا بصوا الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله. بعد كده يا حبايب قلبي قلت ايه، اغسل المواعين. مرضتش اغسل لكم المواعين اللي هي بعد الاكل، اللي هي بعد الغدا. لا، قلت ايه دي المواعين اللي انا استخدمتها وانا بعمل القراقيش يعني وكده. فكان في شوية اطباق وشوية كوبايات كده، كان عندنا ناس ضيوف يعني. فقلت برضو اغسل الحاجات دي علشان انا عايزة ايه انام والمطبخ بتاعي نضيف وبيبرق وزي العسل. انا من الناس ما بحبش انام والمطبخ بتاعي متبهدل بصراحة. عندي ندى بنتي ربنا يبارك لي فيها ويهديها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصراحة يعني هي بتغسل مكاني المواعين اللي هي بتاعة الأكل، عشان كده ما صورتلكوش اللي هي بعد الغدا. بصراحة يعني هي بتساعدني كتير في المطبخ. ربنا يا رب يبارك فيهم ويهديهم، اللهم امين يا رب العالمين. ولكل اللي عنده بنت ربنا يا رب يبارك فيها ويحميها، اللهم امين يا رب العالمين. البنات دول نعمة يا حبايبي في البيت والله بصراحة. بجد بيشيلوا كتير عن الواحد. ربنا يا رب يخلي لكم بناتكم ويهديهم ويبعد عنهم كل شر، اللهم امين يا رب العالمين. بقى انتوا عارفين الواحد بقى بيغسل المواعين بيبدأ بقى يقول الأذكار الجميلة، وتقولي كل حاجة نفسك فيها وتسمي الله وتصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوة، بسم الله ما شاء الله. الواحد لما بيغسل المواعين كده والحوض بتاعه بيكون رايق ونضيف بيكون زي العسل. وانتي واقفة كده يا حبيبة قلبي استغفري ربنا سبحانه وتعالى، وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم إني أبرأ من حول. لا، المفروض إن احنا نقول الدعاء من الأول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الدعاء الجميل ده والله العظيم يا حبايبي كل لما تقولوه كل النشاط اللي في الدنيا هيجيلكم وكل الحيوية هتجيلكم. بس انتوا تكونوا مستعينين بالله، تستعينوا بالله عز وجل، ما تستعينوش بأي حاجة تانية، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقكم ويعني ويبارك لكم في شغلكم وكل حاجة. في حاجة مهمة يا حبايبي حابة أقولها، يعني أنا شفتها في بنات كتير ومنهم بناتي، يعني مش هقول بناتي ما بيعملوش كده، لا هما اللي بيعملوا كده. ايه هي منى؟ بصراحة يعني بلاقي كده البنات لما بيجوا يشتغلوا في البيت بيشغلوا الأغاني. عايزة اقول لكم دي عادة وحشة جدا وسيئة جدا، ويا ريت يا ريت يبطلوها، لان والله العظيم يا حبايبي مش حلوة خالص بصراحة. الشيطان بيكون موجود، طبعا الأغاني دي بتكون من الشيطان والملايكة ما بتكونش موجودة. انا بحب ان انا وانا واقفة كده يا اما اشغل القرآن جنبي او اشغل الابتهالات، بحب الابتهالات جدا. بحب الشيخ نصر الدين طوبار، بحب المنشاوي، بحب ناس كتير جدا انا بحب اسمعهم هما بينشدوا. بصراحة يعني الانشاد جميل، وبالذات عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحب ان انا اسمع الحاجات دي. ربنا يا رب يهدي بناتنا وبناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. انا بصراحة بقعد ازعق لبناتي واقعد اقول لهم كده غلط والشيطان بيكون موجود ولما تشغلوا قرآن او تشغلوا الابتهالات وتحفظوا اناشيد دينية افضل بكتير 100 مرة. عايزة اقول لكم الحمد لله رب العالمين انا بناتي بيحفظوا القرآن وكده كلهم، ومحمد وكده، وما شاء الله تبارك الله يعني وصلوا أجزاء كبيرة من القرآن. ربنا يا رب يسهل كده ويختموه على خير إن شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. الحاجة اللي احنا بنعملها في الدنيا يا حبايبي هي اللي هناخدها في الآخرة. انتوا عارفين ان الواحد لما بيموت ما بياخدش حاجة معاه من الدنيا إلا عمله. وربنا يا رب يحسن خاتمتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يحسن خواتمنا كلهتنا كلنا يعني، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين خلصنا كده الحوض بتاعنا وبقى بيبرق كده وزي العسل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني نظافة وحيوية ومفيش بعد كده. بعد كده تعالوا نشوف القراقيش بتاعتنا بعد ما هديت، بصوا عملت ازاي. ما شاء الله تبارك الله بجد بتقرمش كده وجميلة وطعمها حلو، جربوها بإذن الله تعجبكم. والعجينة اللي كانت الأطراف دي عملتها قرص بجد جميلة وطعمها بجد تحفة تحفة تحفة. بعد كده حطيتها في علبة، بحب ان انا احفظها في علبة كده علشان خاطر تفضل معايا جميلة كده وزي العسل، واحطها كده على الرخامة. وبعد كده اللي عايز ياكل منها بألف هنا وشفا يفطروا منها ياخدوا منها في اللانش بوكس. وكده يا حبايبي خلاص قلت بقى ايه، ننهي اليوم بتاعنا واوريكم الشكل النهائي للمطبخ بتاعي. ما شاء الله تبارك الله كان رايق وزي العسل، الرخامة نظيفة وزي الفل، وكنت عاملة مخلل ليمون وفلفل كنت حاطاه على الرخامة كده، كان اللي انا كنت عاملاه من زمان كان خلص وكنت عاملة ده جديد، فكل شوية كنت بقلب فيه. وده المخلل اللفت الجميل اللي عملناه مع بعض. بجد تحفة، جربوها يعجبكم يا بنات. وكده المطبخ النهائي، الشكل النهائي للمطبخ بقى جميل ورايق كده ويفتح النفس. قلت بقى ايه بما اني كده خلصت، قلت اعمل كوباية شاي جميلة كده تستاهل بقكم بجد يعني، مع شوية مع قرصتين كده وقرقشتين. ايه رايكم في قرقشتين قرقشتين؟ وبصوا منظر القرص من جوه عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله، بألف هنا وشفا، بجد جميلة يا بنات وما خدتش وقت خالص. جربوها ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله هسيب لكم يعني هنزل لكم بالفيديو طريقة عمل القريش ان شاء الله الفيديو اللي جاي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.